بهدف تعريف الصحفيين بالعناصر التي يجب اتباعها عند تغطية أخبار القضاء والمحاكم، ومن أجل تمهيد الطريق أمام حوار دائم ومتواصل بين الإعلام وأركان العدالة، جاءت ورشة العمل التي نظمتها شبكة أمين الإعلامية في مدينة بيت لحم. وعلى مدى يومين متواصلين تعرف الصحفيون على القوانين المختلفة والصلاحيات التي يملكونها والنظم التي يجب أن تتبع عند تغطية أخبار المحاكم وقضايا العدالة، مع مراعاة استخدام المصطلح الصحيح في السياق الصحيح. بدأ الصحفيون بمتابعة هذا الأمر، قطاع العدالة، ولكن لا زالوا في البدايات. التخصص لمتابعة هكذا قضايا يحتاج معرفة بالقوانين، يحتاج معرفة في آليات عمل قطاعات العدالة المختلفة. الورشة عقدت بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات في بيت لحم تحت عنوان تنمية قدرات الصحفيين في الرقابة المنتظمة على أداء أركان العدل. وتأتي الدورة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة ووزارة العدل، حيث حاضر فيها خبراء ومختصون بقطاع العدل والقضاء والإعلام. إيضاح الحدود يعني في مسألة النشر وتغطية أخبار المحاكم أو الأحكام القضائية باتجاه أنه ما يعرض الصحفي للملاحقات القضائية، وكيف أنه تطوير هاي المهارات باتجاه أنه التغطية الحيادية النزيهة. وعلى هامش الورشة نظم لقاء مع وزير العدل الدكتور علي خشان طرحت خلاله مواضيع عدة تخص جانب المحاكمات واستقلال القضاء. من جانبه أكد مدير مركز مساواة إبراهيم البرغوثي على أهمية دور الإعلام في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقه وواجباته، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي على قطاع العدالة الذي من المفترض أن يقوم به الإعلام في ظل ضعف التغطية الإعلامية. قيامهم بالتركيز على الرقابة على أداء أركان العدالة بما يمكننا من تنمية قدرات العاملين. كيف يحصل الصحفي على المعلومات الخاصة بالقضاء؟ وكيف يمكنه تغطية أخبار القضايا التي تثار في المحاكم؟ وما هي الصلاحيات التي يملكها في نشر المعلومات؟ كل هذه المعلومات والأسئلة حاولت ورشة العمل التي تعقد هنا الإجابة عنها ورفع وعي الصحفيين بها. من منتجع مراد بمدينة بيت لحم، أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.